السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. ورجعت لكم فيديو الذمول اليمني. إحنا نقول عليه نقول عليه كروك. المؤلف اللي في الفيديو هذا ذمول بالسكر. معايا فيديو في القناة من قبل كان ذمول بالمملح ملح. نشوف الفيديو للنهاية ونتبع الطريقة والمقادير. بسم الله نبدأ. المقادير طبعا تختلف حسب أفراد العائلة. أنا هنعصب بالبداية 4 حبات بيض، وأضفت عليهم كوبين من السمن. السمنة لازم تكون يعني فاتر، ما تكون ساخن زيادة، ونخلط مع البيض حتى إن البيض ما ينطبخ معانا. نخلط السمن والبيض تمام لما ينتسجوا تمام. الحليب المكثف هذا يعني أنا استبدلته بدل السكر والحليب. ممكن إذا مش موجود مشروب حليب مكثف تضيفي الحليب والسكر عادي. أضفت أنا ملعقة كبيرة من حبة البركة، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكوبين من الماء الدافي بالبداية هكذا. بعدين نخلط كلهم حتى إنهم يتمازجوا. أيضا تضيفي رشة ملح، رشة بسيطة من الملح. هنا نجي ننزل الدقيق بالتدريج على كوب كوب. أخذت العجينة مني مع كيلو يعني كوبين من الدقيق. ننزل الدقيق على كوب كوب ونعجن. العجينة الكعك أو الذمول لا تكون ناعمة زيادة ولا تكون قاسية زيادة. وكل ما عجننا العجنة يعني تمام وطولنا في عجنة يكون أفضل، تدي النتيجة أفضل. أيضا يعني بعد ما نعجن العجينة ونوصل للقوام المطلوب للعجينة نخليها فترة ترتاح وتخمر. أيضا لما تبدأ معنا تخمر يجي في العجينة يعني نقاط أبيض، يعني تبدأ نحن نعرف إنها هي بدأت تخمر. إذا مثلا خمرت زيادة يكون الذمول يعني ناعم زيادة عن اللازم. وإحنا نحب نكون الذمول لا يكون ناعم ولا يكون مقرمش، يكون وسط. بس هذه هي النتيجة أو القوام المطلوب. خليناها يعني ترتاح وتخمر. لما بدأت مع خمرت بعد يعني يمكن أخذت 15 إلى 20 دقيقة حتى إنها حمرت وارتاحت. نيجي لما نبدأ نكون الكروس نفعل كور نفس الحجم بهذه الطريقة ونخليها ترتاح أيضا من 5 إلى يعني 7 8 دقائق. وكل ما يعني ريحنا العجينة كل ما كان الشغل فيها أسهل وأسرع. بس نيجي نقرص بهذه الطريقة. إذا حابين تحشوها مثلا التمر ومكسرات أو جب تاخذوا يعني كرسي تقرصوها زي ما شفتوا يعني أسوي كرسي، وتفرجوا الحشوة في النص وتفعلوا كرس فوق كرس وتقفلوا الأطراف بهذه الطريقة. يعني إحنا هذه الطريقة معروف عندنا من الأجداد من زمان يسووا هذه يعني النكشة للتاك. بس نكمل كل الكمية بهذه الطريقة ويكون الفرن يعني مسخن من قبل على درجة حرارتين على درجة عفوا 200. يكون ساخن من قبل لمدة 15 دقيقة. بعدين ندخل الفرن ونخفف النار إلى 100 حتى إنه يتحمص العجينة بالراحة مع المراقبة. أيضا الفرن حسب الفرن اللي أنت تعرفي فرنش وتعرفي فرنش كيفه. أنا الفرن حكي أسخنه من قبل لمدة 15 دقيقة بعدين أخفف النار تكون هذه النتيجة. إذا كان ساخن عن زيادة فأنا ما أحتاج إن أنا أفتح الشورى اللي فوق لتحمير الوجه لأنه يكون ساخن من قبل. لكن إذا يعني جهز من تحت العجينة أو الكعك كان جاهز ومن فوق ما زال أبيض، أنا أفتح الشورى لمدة 5 7 دقائق مع المراقبة للذمول. بس هذه هي الطريقة تأكل يعني هذا مع الشاي. مع الشاي أي ما أنت تأكله يعني تحبي تشربي الشاي تأكله أيضا تأكله في الفطور وتأكله مثلا في فترة المساء مع الشاي. أتمنى أن أنتم تجربي الوصفة وتقولي لي رأيك في الكومنتات. يا ريت أن أنتم بس يعني ما تبخلوش علي باللايكات في الفيديو
واللي مش مشترك يتفضل ويكبر عائلتنا ويشرفنا في القناة، وانتظرونا بفيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.